خليك معايا للآخر، لأن الأداة اللي هقول لك عليها دلوقتي ممكن تكون السبب إن حسابك بيخسر ومن غير ما تحس، وفي آخر الفيديو هديك أداة جاهزة هتغير طريقة تداولاتك خالص. خليني أسألك سؤال صريح جدا، أنت عمرك فتحت صفقتين وحاسس إنك موزع مخاطرتك بشكل صحيح بس في الحقيقة أنت ضعفتها؟ يعني تفتح اليورو دولار وتفتح الباوند دولار وتقول كده أنا منوع صفقاتي بين الأزواج، بس الحقيقة أنت غالبا فتح نفس الصفقة مرتين، وده بسبب حاجة اسمها الكورليشن، الارتباط بين الأزواج. وخلينا أبسطها لك كالعادة، في أزواج عملات بتتحرك مع بعض بنسبة كبيرة جدا لأن الاقتصاديات بتاعتها مرتبطة ببعض، أو لأن الدولار طرف مشترك وشهية المخاطرة واحدة. يعني لو الدولار ضعف اليورو بيطلع والباوند بيطلع معاه، فأنت لما تدخل على الاتنين مع بعض اول ما السوق يعكس الخساره بتضرب في الصفقتين سوا مش في صفقه واحده بس. وده اللي بيخلي المتداول يقول هو ازاي فجاه الحساب قلب عليا كده، انا اصلا ما كنتش مخاطر بشكل كبير، ليه فجاه كل صفقاتي ضربت؟ لا، انت هنا كنت مخاطر بس من غير ما تاخد بالك. عشان كده دايما لازم تستخدم اداه الكورليشن تول، ودي اداه بتقول لك مين ماشي مع مين ومين عكس مين ومين شبه مستقل، وبتخليك ما تدخلش صفقات مكرره، وبتقلل المخاطره من غير ما تقلل فرصك، وتفهم ليه حسابك بيتحرك بعنف احيانا. لو الكلام ده جديد عليك يبقى غالبا دي واحده من اهم الحاجات اللي كانت ناقصاك في التداول. اكتب لي بقى في الكومنتات كلمه كورليشن او ترابط، وهبعت لك جدول بيشرح الكورليشن بشكل جاهز وازاي تقدر تستخدمه عشان تقلل مخاطرتك بسرعه.